السلام عليكم، ازيكم حضرات؟ طبعا يا جماعه بنشكركم على دعمكم الكبير والكتير ماشي. لكن النهارده لينا وقفه كبيره جدا مع الصوت المميز اللي معانا النهارده. صوت بنت مغربيه، حاجه كده من الاخر، صوت هيخليك صوت رقم واحد. كل يعني سبحان الله بنلاقي اصوات كتيره رقم واحد. انا كل ما اسمع صوت اصلا بتخيل ان هو دوت الصوت اللي مفيش هيجي زي منه ولا احسن منه. ونكتشف كل ما نشوف فيديو تاني نبص نلاقيه احسن من الصوت التاني. فايه الحكايه يا جماعه؟ اكتبوا لنا في التعليقات بقى. انت عارف يا بسوني، بسم الله ما شاء الله، اللي بيرجع للمغرب واللي هم بيوصلوا له بالذات بقى في حفظ القران الكريم، تمام. ان هم دايما عندهم اللي هي زي دار المناسبات، اللي هي مثلا الزاويه، المساجد، بيعلموا فيها طبعا الاطفال يا بسوني من البدايه، من النشأه يا بسوني، ان هم بيعلموا القران الكريم مجانا ماشي، وبيطوروا منه. طب ما احنا عندنا المكتب تحت اهوت، العيال ما بيروحوش المكتب. لا دي بيرجع برضو للاهل برضو في البيت اكيد طبعا. علشان كده يا داليا هي ديت نقطه البدايه. أيوة. الاهل أكيد. الاهل انت تودي ولادك يحفظوا القران الكريم هيبني على حاجه، هيبني على حاجه. انت تعرفي القران الكريم هو ايه؟ هو الدنيا. اكيد يا بس تحفظه حفظت الحياه كلها. اكيد. سيبك من اي كلام تاني. وخلي بالك في دليل، وان يمكن المشاهدين دول هم اللي هيردوا علينا في التعليقات. خلي بالكم يا جماعه، انا بصراحه معاهدها حاجه كده دايما. سبحان الله بشوف اللي بيبقى بيحفظ قرآن كريم وشاطر في حفظ القرآن الكريم بيبقى شاطر في كل حاجة، في التعليم. لأن بس القرآن الكريم طبعا لغة عربية، وفي نفس الوقت بيبقى فاهم الدنيا. ما انا بقول شوف هم، بص ده انا عايز المشاهدين هم اللي يردوا عليا في الكلمة دي. أيوة. اللي بيبقى حافظ القرآن الكريم فعلا بيبقى شاطر في الدراسة ككل بقى، بيبقى من المتفوقين. دي احنا بنتكلم من خلال اللي في طبعا في العيله، من اصحابنا زمان. اكيد انا حافظ القران الكريم وبسم الله ما شاء الله بقى حاجات. احنا بنتكلم بناء عن كده. والنهارده طبعا يا جماعه الصوت اللي معانا ده صوت فتاه من المغرب، حاجه كده هتزلزل القلوب. هندخل دلوقتي نسمع مع بعض الصوت دوت يا جماعه، ولينا كلام تاني طبعا. هنقف مع الفيديو ونعقب ونتكلم مع بعض ونشوف ارائكم هتكون عامله ازاي. بس لنا طبعا رجاء عندكم تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديده توصلكم اول باول ان شاء الله. ويلا بينا نشاهد الفيديو. المتسابقه السابعه إيمان الزواتيني من المغرب. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طبعا يا جماعه زي ما قلنا لكم في مقدمه الفيديو، كل يوم بنقدم موهبه جديده. لكن النهارده يا جماعه بامانه كل شويه موهبه في المغرب بتثبت لي ان مفيش موهبه تانية هيجي بعدها. لا ازاي؟ واجي ابص الاقي في مواهب تانية.
سواء طبعا بنات او أو صبيان. صبيان، لا بامانه يا داليا انا معجب اصلا بالاصوات اللي دايما كل يوم بنشوفها في المغرب، وبالاخص كمان لما بيبقوا متوجين في مسابقات دولية كبيره. أكيد. بامانه ببقى فخور بهم ان هم من دول عربيه وبيرفعوا راس الاسلام بره. والله بس المغرب شعب اصلا شعب جميل جدا، الواحد بيحبه كريم كريم وطيب. خلونا نكمل يا جماعه مع بعض الفيديو، يلا بينا. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
المتسابقة. طبعا يا جماعه زي ما كلنا استمتعنا مع بعض بالصوت ده، ونتمنى ان هو يكون نال اعجاب حضراتكم. ويا ريت يا جماعه كل الناس تشاركنا برايها على الفيديو وتقول لنا ايه رايها في النوابغ اللي احنا بنشوفها بنقدمها كل كل يوم. يوم للمغرب. بامانه والله حاجه الواحد يفتخر بها، وبنفتخر طبعا بالمغرب وباهل المغرب كلهم. اكيد ربنا اللي احنا يحفظهم كل يا رب. يوم بنشوف من عندهم من المغرب مواهب زي مواهب كده جميله جدا، ربنا بأمان. يحفظهم يا رب. اللهم امين. فبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده. طبعا يا جماعه مش عايزين نقول لكم انزلوا تشتركوا في القناه، طبعا لان ده رجاء مننا لكم ان انتوا تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وعلشان كل الفيديوهات الجديده توصلكم اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.